والقانون سنة 2023، والذي يعد مرجعا معتمدا في رصد الجهود التي تقوم به الحكومات فيما يتعلق بوضعية القوانين والتشريعات الرامية إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وحماية حقوقها. وهو اعتراف صحيح بجدية الإجراءات والتدابير التي اعتمدتها الحكومة من خلال مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة إلى معالجة جملة من الاختلالات والصعوبات التي كانت تحد من مساهمة المرأة في سوق الشغل وتمكينها من المناصب الإدارية والقيادية. وستواصل الحكومة بكل عزيمة وإصرار سعيها نحو التمكين الاقتصادي للمرأة الذي من شأنه ليس فقط الرفع من نسبة النمو، بل كذلك القضاء على كل مظاهر التمييز والعمل على تحرير الطاقات النسائية التي تسخر بها بلادنا، والتي تعتبر مدعاة فخر لجميع المغاربة. سيد الرئيس، سيدات السادة نواب محترمون، سيدات السادة الوزراء، بالموازاة مع الحصيلة الحكومية المرحلية المشرفة للتمكين الاقتصادي للمرأة، كان مجال التمكين الاجتماعي النساء حاضرا بقوة ضمن أجندة الحكومة باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز مبادئ الدولة الاجتماعية المنشودة. وقد اتخذت الحكومة إجراءات عملية ومبادرات ملموسة لتمكين النساء الأرامل من حقوق أساسية. في هذا السياق يعتبر تعميم التغطية الصحية والتعويضات العائلية مستقبلا من أهم الآليات المساعدة على التحسين من تقلبات الحياة، خاصة داخل فئة النساء في وضعية هشة التي تعتبر الأكثر حاجة لذلك، حيث تعمل الحكومة على تسريع بتنزيل هذا الورش تبعا للتعليمات الملكية السامية القادية بتشريع تفعيل المنظومة الجديدة للاستهداف التي اعتمدتها بلادنا بالنسبة لكل البرامج الاجتماعية، وإلى غاية استكمال كل مكونات هذا الورش الملكي. وصلنا برنامج دعم الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن، مع اتخاذ التدابير اللازمة لملائمة هذه البرامج مع المقاربة الجديدة للاستهداف، حيث تم العمل سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهم اليتامى، واستفادة النساء الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من الدعم المباشر دون مطالبتهن بشرط العتبة، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية. ضمان استمرار استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقين في تاريخ 30 نوفمبر 2022 للدعم، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية. وفي نفس الوقت تحظى صحة الأم والطفل بعناية خاصة لدى الحكومة، باعتبارها أولوية نهدفها من خلالها إلى المساهمة في تحسين الولوج إلى العلاجات لفائدة الأم والطفل وتغيير سلوك الساكنة من أجل الحد من الوفيات التي يمكن تجنبها، مع العمل على تقليص الفوارق الملحوظة في هذا المجال بين الوسطين الحضري والقروي. وفي هذا الإطار يأتي ورش تأهيل 1400 مركز صحي للقرب وتجهيزها بالوسائل والمعدات الحديثة والمتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، والتي ستشكل الفضاء الأنسب للنساء للاستفادة من خدمات التخطيط العائلي وتتبع صحة الأم والطفل، فضلا عن تلقيح الأبناء. وهنا وجبت الإشارة إلى أن بلادنا نجحت ولله الحمد في تسجيل تراجع نسبة وفيات النساء الحوامل بحوالي 38% عبر تبني مجموعة من البرامج الصحية
الموجهة بشكل خاص للنساء الحوامل، أبرزها البرنامج السنوي رعاية. وإذا كان الهدر المدرسي خصوصا في صفوف الفتاة القروية ظاهرة معقدة ومركبة وممتدة عبر الزمن نتيجة تراكم مجموعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، فقد اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير للحد من هذه الظاهرة، والمتضمنة في خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية يأتي في مقدمتها تعميم التعليم الأولي وتوسيع العرض المدرسي عبر الاهتمام بالمدارس الاجتماعية وتقوية التعليم الإعدادي في العالم القروي وتعزيز الدعم الاجتماعي المخصص للتلاميذ، فضلا عن توفير مراكز الفرصة الثانية للفتيات المنقطعات عن الدراسة لتمكينهن من الإندماج المدرسي والمهني، وهو ما يساهم في الرفع من نسب التمدرس الفتاة بمختلف الأسلاك التعليمية ومن تحسين مؤشر المساواة بين الجنسين وكذا من تقليص الهدر المدرسي. وقد مكنت الإجراءات التي باشرتها الحكومة من إعادة 120 ألف تلميذة وتلميذ إلى الفصول الدراسية بالأسلاك التعليمية الثلاث، 42% منهم إناث خلال الموسم الدراسي 2021-2022، وإدماج أكثر من 59 ألف تلميذ وتلميذة منهم 36% إناث في الوسط القروي بفضل حملات التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر وإرجاع أكثر من 50% من التلاميذ غير الملتحقين بالمدرسة. من جهة أخرى لابد من الإشادة بالتفوق الملحوظ للتلميذات في امتحان بكالوريوس في تكريس واضح للمجهود التعليمي المتميز طيلة أطوار مسارنا الدراسي. كما لا يفوتني التنويه بتميز فتيات مغربيات في مسابقات الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات 2023، الأمر الذي مكن تلميذتين مغربيتين شهر ماي الماضي من احتلال المرتبة الأولى والثانية في هذه المسابقة الدولية. وبالموازاة مع ما تحقق لفائدة المرأة المغربية، أولت الحكومة عناية خاصة للارتقاء بالممارسة الرياضية النسوية وتوسيع دائرة انتشارها في ربوع المملكة، وذلك لإيماننا الراسخ في كونها من العناصر المهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاجتماعي ونبذ جميع أشكال العنف المبني على النوع. فقد بصمت المرأة المغربية على حضور رياضي وازن في جميع المحافل والملتقيات الدولية، ولم تكتفي بالمشاركة العابرة فقط، بل احتلت مراكز متقدمة في الكثير من التظاهرات على المستوى القاري والإفريقي. وهنا أستحضر معكم المشاركة التاريخية للمنتخب المغربي للسيدات خلال النسخة الأخيرة من كأس أفريقيا التي نظمتها بلادنا، وذلك بالعبور إلى الدور النهائي والتأهل لكأس العالم لأول مرة في التاريخ، الذي ستجرى أطوارها في خلال الأيام المقبلة بأستراليا ونيوزيلندا. كما نستحضر تأهل المنتخب المغربي الوطني للسيدات أقل من 17 سنة للمونديال الذي نظم بالهند شهر أكتوبر الماضي، ويجدر كذلك التنويه بالأداء المشرف للمنتخب النسوي لكرة السلة خلال البطولة العربية التي أقيمت بمصر، حيث أكمل المناسبة وصيفا للبطولة. وسيبقى استقبال صاحب الجلالة نصره الله وأيده لأعضاء الفريق الوطني المغربي بعد الإنجاز التاريخي بقطر مرفوقين بأمهاتهم، لحظة تاريخية راسخة في الذاكرة الوطنية، وتكريما لهؤلاء المغربيات الحريصات على تلقين أبنائهن مبادئ الوطنية والتضحية والانتماء للوطن، وتعبيرا عن المكانة الذي يوليها جلالته للمرأة المغربية باعتبارها دعامة للأسرة والمجتمع عموما. إن التراكمات الإيجابية اللي تحققت للنهوض بوضعية المرأة المغربية كانت حافزا
ورهانا لتحقيق التمكين السياسي للمرأة، حيث شكل دستور 2011 منعطفا حاسما في مسار تكريس حقوق المرأة ومشاركتها المدنية والسياسية من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية التي كتحط لها هذا الشيء، سواء المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية أو بموجب نصوص قانونية منبثقة منها، وذلك في أفق تحقيق المناصفة كغاية دستورية كتسعى الدولة ومختلف المؤسسات إلى بلوغها. وقد عرفت الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة تحولات مهمة فرضت مراجعة الإطار القانوني منظم الانتخابات بما يضمن عملية انخراط المرأة في المسلسل السياسي التي تعرفه بلادنا، فكان ذلك مناسبة لتكريس التمييز الإيجابي للمرأة وتوسيع هوامش مشاركة النساء بمؤسسات التمثيلية، حيث شملت المستجدات ذات الصلة بالمشاركة النسائية في توسيع مجال تمثيلها إلى 90 مقعد، مع إدماج البعد الترابي في توزيع المقاعد والتفاعل الإيجابي مع الديناميات المحلية التي تخلقها النساء. وقد أفرزت انتخابات 2021 تطورا ملموسا في تمثيلية النساء بمجلس النواب بحصولهن على 96 مقعد. بدوره انخرط مجلس المستشارين في هذه المنحة بشكل محترم، حيث أسفرت النتائج عن فوز 14 مترشحة بمقاعد برلمانية من أصل 120 مقعد بالمجلس. كما تم انتخاب 3 ديال النساء على رأس عموديات 3 ديال المدن الكبرى مراكش والرباط والدار البيضاء، فضلا عن انتخاب امرأة رئيسة لجهة قلميم ودنون، والتي تم انتخابها أيضا رئيسة لجمعية رؤساء مجالس جهات بالمملكة. ولم يكن أمام الأغلبية الحكومية إلا التجاوب الإيجابي والانخراط الفعلي في هذا المسار المحفز عند تشكيل الحكومة، والتي تضم في تركيبتها 6 ديال الوزيرات من أصل 28 منصب وزاري بحقائب استراتيجية مهمة، الشيء الذي يعكس الإرادة السياسية للأغلبية لتمكين النساء من مشاركة فعالة وحقيقية في ممارسة التدبير العمومي من مواقع ريادية داخل الجهاز التنفيذي. ولا بد أن أتوقف هنا عند الجدية والفعالية الكبيرة التي تميز عمل السيدات الوزيرات داخل الفريق الحكومي، حيث لا يفتني بهذه المناسبة إلا أن أجدد لهن الشكر والتنويه. ولم تتوقف ثقتنا في القدرات النسائية عند التمثيلية داخل الحكم، وإذ ساهمنا في حضورها القيادي داخل منظومة المناصب العليا ببلادنا. وهنا نذكر بأن تأنيث المناصب العليا بلغ ما مجموعه 619 المنصب نسائي، أي بنسبة 19% سنة 2022. وما ينبغي التأكيد عليه في هذا الباب هو أننا مطالبون أغلبية ومعارضة وكل القوى الحية ببلادنا بالتفكير الجماعي والعقلاني، وبعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة، بضرورة التأسيس لتمكين سياسي نسائي مستدام وفق مداخل متعددة كضمن التمثيلية النسائية داخل الهيئات والمؤسسات المنتخبة، مع العمل على إعادة توجيه التمويل العمومي المخصص لدعم تمثيلية النساء عبر مراجعة مساطر تمويل البرامج الهادفة إلى تقوية القدرات التمثيلية للمرأة، والتقييم المستمر للمشاريع الممولة لضمان إسهامها في تعزيز دينامية ترشيح النساء وتعزيز حظوظها للمؤسسات التمثيلية. السيدات والسادة الوزراء، السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، في إطار مأسسة المساواة بين الجنسين، عملت الحكومة على تعزيز مقاربة النوع في الإدارة العمومية عبر خطط عمل متعلقة باستراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية،
وذلك بهدف تعزيز قابلية التوظيف والتمكين الاقتصادي للنساء وتحسين تمثيليتها على مستوى هيئات اتخاذ القرار، وللتسريع في وتيرة تفعيل الخطة الاستراتيجية اللي كتهدف لتعزيز قدرات المرأة ودعم قيادتها. تم التركيز على واحد المجموعة ديال الإجراءات. أولا تعزيز القدرات القيادية لممثلات شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات ونقط ارتكاز النوع الاجتماعي ووكلاء الإدارة فيما يخص مؤسسة المساواة في الوظيفة العمومية على الصعيدين المركزي والترابي. ثانيا دعم ومواكبة آلية مؤسسة المساواة في الوظيفة العمومية. ثالثا التواصل والتوعية وتعميم أدوات التسيير على المستوى المركزي والترابي. وفي إطار التنفيذ ديال المضامين ديال الاستراتيجية ديال مؤسسة مقاربة النوع بالوظيفة العمومية وبغية تعزيز تواجد المرأة في مختلف مناصب المسؤولية، عملت الحكومة على اتخاذ مجموعة من التدابير اللي من شأنها تمكين المرأة من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، وكذا تعزيز الترسانة القانونية بنصوص كتهدف إلى تمكنها من العمل في ظروف أفضل تراعي خصوصيتها مع مراعاة حقوق النساء الموظفات انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة التي تقوم عليها الأسرة المغربية. كما تم إقرار عدد من التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة وترسيخ المساواة في رعاية الأطفال، والتي كتهم مثلا استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، بالإضافة إلى استفادة الموظفة التي أسند إليها كفالة الطفل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من رخصة الكفالة، من رخصة عن الكفالة عفوا. وقد سبق للحكومة أن اتفقت مع النقابات وأرباب العمل على تعديل مدونة الشغل لحل عدد من الإشكاليات، من بينها دعم المساواة بين الجنسين في فضاء العمل، حيث تعمل الحكومة على فتح النقاش حول هذا التعديل. السيدات والسادة النواب محترمون، تدركون جميعا حجم الآثار والتداعيات الوخيمة الذي يخلفها العنف ضد النساء والفتيات، بما ينعكس سلبا على الاستقرار الأسري والاجتماعي، دون إغفال التكلفة الاقتصادية والخسائر المالية التي كتحملها الدولة جراء هذه الممارسات. فعلى الرغم من الجهود اللي بذلتها بلادنا في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، فإن هذه الظاهرة ما تزال تعرف انتشارا واسعا سواء داخل الأسرة أو الفضاء العام، حيث يبلغ انتشار العنف بين النساء من 18 إلى 64 سنة ما معدله 54%. وفي إطار سعيها لتعزيز حماية المرأة من كافة أشكال العنف الممارس ضدها، عملت الحكومة على إدراج محاور التدخل لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في إطار استراتيجيتها جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة 2022-2026، وذلك من خلال نهج جديد يهدف إلى بناء رؤية شمولية ومقاربة تشاركية